الرياضية السعودية. أيها الأحبة، شكرا لكم للمتابعة، شكرا لمن أعادوا هذا المساء الذهبي عبر الذهبية. شكرا للدكتور عبد الملك الشلهوب، شكرا للدكتور صالح الورثان، شكرا للمهندس تركي التاجر، شكرا لمن عمل لإنجاح هذه الليلة الكبيرة في القنوات الرياضية، وكذلك كل جعل في هذا البرستيج تنظيم وحظا أوفر. شكرا لكم، نلتقي بخير وإلى اللقاء. أما الآن إلى الزميل العزيز مشعل القحطاني. مشعل، كانت ليلة كبيرة وكعادة ليالي هذه البطولة، بطولة كأس ولي العهد زرقاء. شكرا يا عيسى. نعم معك مشعل. شكرا لك أولا على هذا الإبداع والإمتاع. الفريقين أبدعوا وأمتعوا في الملعب وأنت في كابينة التعليق. بس صراحة كيف الأجواء العودة للكرة السعودية من خلال هذه القمة وهذه المباراة؟ للأمانة مشعل أجواء فظيعة للأمانة. نحن تتكلم وأنت كنت معي منذ ساعات مبكرة، قرابة الساعة 3:30 صحيح. من مساء اليوم، ولا تستطيع الوصول إلى الملعب. أنت تعرف في دوريات أخرى وملاعب أخرى غير السعودية لربما تصل قبل المباراة ب10 دقائق، ليست لديك مشكلة، لكن هذه هي الأجواء السعودية الرائعة التي تجعل من حياة كرة القدم حياة رائعة وبهية لكرة القدم. هذه السعودية اعتدناها، نحن نعشق للأمانة كرة القدم، وكرة القدم عشقنا. هذا هو الجو السعودي، ويجب أن يعطى هذا العشق كل الاهتمام. وأعتقد أننا عشنا اهتماما كبيرا من القيادة الرسمية ومن جميع المنظمين في هذه المباراة الكبيرة. هذه الأجواء الرائعة أتركها لك مشعل، لأني أعتقد أنك سعيد بهذه العودة إلى استاد الفهد، وسعيد لأجواء الكرة السعودية وبأجواء الأجواء الذهبية دائما في النادي. عيسى معلق مبدع، أحد النجوم السعودي المتواجدين في سماء الإعلام الرياضي، كان سعيد جدا بما كان حاضر في مباراة بالتتويج الجميل رعاية من سيدي صاحب السمو الملكي العزيز ولي العهد رئيس الوزراء وزير الداخلية، الذي شرف وحضر وتوج البطل في نهائي اليوم، نهائي القمة الذي جمع بين المتنافسين على الدوري والمتنافسين في آخر لقب في هذه البطولة. هذه الأجواء، أجواء الاحتفالات الهلالية التي تعودوا عليها، فليست بحالات جديدة نتابعها، إنما كنا قد تعودنا عليها. أرحب فيكم، أنا مشعل القحطاني مجددا مشاهدينا الكرام عبر شاشة القناة الرياضية السعودية. لا يجد البطل ثاره أن يتحرك. الهلال يضيف الرابعة والخامسة يلعب كأس الهلال في السنة العاشرة، وهو طرف العهد، واليوم موسمين يعود يقول أنا هنا وهذه بطولتي المحببة، ويفوز بهذه النتيجة. ربما كانت قد تكررت في نفس اليوم الجمعة ونفس التاريخ 9 فبراير من عام 2010، يفوز الهلال على هذا الملعب بهدفين مقابل. التواريخ هي ثابتة، تغيرت السنة وتغير من سجل الأهداف. في تلك البطولة سجل نيفيز وويلهامسون للهلال، وسجل للأهلي ذاك الوقت فيكس، لكن اليوم ناصر الشمراني وافي العبد تيسير الجاسم. شكرا للفريقين على ما قدمه في المباراة هذا النهائي. مبروك، مليون مبروك أولا لكل هلالي من الجماهير، للاعبين، للجهاز الفني والإداري وهيئة أعضاء الشرف في الزعيم وكل من ينتمي لهذا الفريق الأزرق. أرحب بضيوفي معي في الاستوديو، كابتن يوسف خميس، كابتن سعد مبارك، كابتن فرح. لا قدم منذ الشوط الأول. الأهلي عودته كانت متأخرة، وطبعا الهلال يستحق، ما في شك ان الهلال يستحق. قدم اليوم في الناحيتين، الهجومية في الشوط الأول عندما سجل في البداية وكاد أن يسجل 4 أهداف وليس هدفين، وفي الشوط الثاني عندما منع الأهلي وخصوصا في النص 20 أو 25 دقيقة الأولى أنه يسجل هدف وأنه يكون الطريق مفروش له بالبرود للعودة،
وبعد ذلك مع الفريق الأهلاوي. الفريق الأهلاوي لم يكن بتلك الصورة، سواء من اختياره عناصريا أو حتى في تغييراته، حتى حالته النفسية، حتى الحالة النفسية، حتى بعض اللاعبين يعني تجد أنهم خيارات خاطئة صراحة. يعني في التغيير تنزل لاعب عشان يمسك كرة ويرفع، صعبة. إسلام سراج بس دوره كان يمسك كرة ويرفع، مستحيل، دائم على الخط كانوا. الاختيارات الموفقة صراحة، لا بدايته ولا حتى تغييراته، لا السبب استغل ظروفه، عالج أحيانا بعض المباريات تعيد تفكير السليم والصحيح قبل مثل هالمباريات النهائية. أنا أعتقد أن مباراة التعاون وخسارة الفريق الهلالي كانت أكبر درس للفريق الهلالي في إنه كيف يعد للمباراة النهائية، خلال التسويق، من خلال لاعب عنده قدرة ومصاب يجب أن يرتاح، اختيار التشكيل المناسب، اختيار التكتيك المناسب، بداية المباراة، عالجت الحالة النفسية للاعبين، التركيز عليها لانتشال اللاعبين من الحالة النفسية اللي كانوا عليها. كل هذه الأشياء أعطت الفريق الهلالي دافع معنوي كبير. نجد العكس بالطرف الآخر. لكن استمريت على الحديث بالنسبة للهلال كابتن سعد، يمكن هذا الشكل اللي الهلال أعادنا للهلال لندن في كأس السوبر، عادنا للهلال بداية الموسم شكله المختلف اللي كان يرسل رسالة انذار لكل الفرق أنا أقم هذا الموسم. اليوم عاد أول شيء أبارك طبعا للجمهور الهلالي، لاعب الهلال، لإدارة الهلال، لأعضاء الشرف، لكل محب الهلال. وأبارك طبعا برضو الفريق الأهلاوي قدم مباراة كبيرة، الجمهور الأهلي على الحضور المميز، جمهور الهلال حضور مميز. الفريقين طبعا أعتقد أنهم رابحين، كل اللي حضر المباراة حضر تشريف سمو الأمير محمد بن نايف للمباراة هذه، أعتقد أنها كاسب. ما ناحية المباراة الهلال أعتقد أنه قدم يمكن ساعة كاملة كان في قمة عطاء في الشوط الأول وربع ساعة من الشوط الثاني. الفريق زي ما تكلمت أخوي مشعل كان إعادة لمستويات سابقة، كان يمتلك الكرة بمهارة بمتعة بمعنى أصح، كان يمتع في وقت سابق. ولكن في الجولات احنا تكلمنا في بداية الاستوديو في الجولات الأولى 5 مباريات الأخيرة ما كان فيه المتعة الهلالية. شفنا مدة ساعة كاملة كان فيه إمتاع، سواء 45 الشوط الأول أو ربع ساعة برضه الشوط الثاني. الأهلي قدر طبعا يعدل بعض أوضاعه، وهذا شيء طبيعي طبعا لأنه خسران المباراة، كان لابد أنه يتجاوز الفترة. ولكن الهلال إذا استمر على هذا في نفس النمو ونفس الطاقة ونفس التكتيك ونفس العناصر في المواقع اللي كان موجود فيها بداية مباراة اليوم، أعتقد الهلال بيقدم مباريات ممتازة. جميل. بالنسبة للمباراة كابتن، أنت كنت تتحدث أو تريد الحديث عن الأهلي، نقول له حظ أوفر، الأهلي حاضر وهذا شيء جيد يمكن بالنسبة لجماهيره، أن الأهلي مو المنافسة في الدوري والوصول إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي بكأس ولي العهد. لكن الأهلي ظهور اليوم كان غريب، كأن الإدارة كانت غايبة عن تجهيز الفريق، تجهيز النفس والتركيز. والله